السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الكبدة الاسكندراني على اصولها. اول حاجة هنجيب الكبدة وهنتبلها. تتبيلة الكبدة الجميلة عبارة عن ملح وكمون وثوم بس. هنتبل الكبدة في التلاجة من ساعة لساعتين، وبعد كده هنجيب شوية من الزيت مع كذا كام قطعة من اللية، هنقلبهم مع بعض، وننزل بالفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه قطع صغيره، وهنبتدي نقلب فيهم لحد ما الريحه فيه ريحه اللي هي الجميله كده تطلع، والفلفل نقليه نص سوا كده، مش لدرجه ان احنا نقلي الفلفل او نسويه معانا خالص، هو احنا محتاجين منه بس نص سوا. المرحله اللي بعد كده ان احنا هنطلع الكبده اللي احنا حطيناها في الثلاجه، وهنبدا ننزل بيها على الفلفل الاخضر اللي احنا بنقلبه. بس قبل ما ننزل بالكبده نتاكد ان الفلفل اخد معانا نص سوا، وبعد كده خلاص تمام قوي واللي هي ساحت، هنبدا ننزل بالكبده. الكبده هنقلب بقى الكبده مع التتبيله بتاعتها الجميله اللي احنا حاطينها، ولحد ما نستمر في التقليب لحد ما تدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا احنا ما ننساش شويه الخل، مش بكتر انا الخل، هو يا دوب بيحتاج معانا معلقتين من الخل. هننزل بيهم ونقلب الكبده تقليبه كويسه قوي مع الخل مع كل الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي بس. وبعد كده هناخدها تقليبه محترمه لحد ما تستوي معانا وتبقى بالشكل الجميل ده، ونقدمها في احلى طبق، احلى كبده. وننساش طبعا نص ليمونه اللي في الاخر. وكده الطبق النهارده اللي عملناه جاهز معانا ما شاء الله، بألف هنا وشفا وصحه عليكم. ويا ريت ما تنسونيش وتشجعوني دايما لايك وشير وتتابعوني على قناتي عشان اقدر اكمل معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.